سام انت رايك ايه؟ بس يعني حاول تبقى بالراحه. يعني حاول تبقى حيادي شويه. حاضر. خلينا نتكلم بس منتج اللي بيتباع للجمهور، منتج مبادئ وقيم النادي الاهلي. لسه بقول لك خليك حيادي يا عم حسام. ده منتج بقى اكسباير، منتج انتهى الصلاحيه خلاص. يعني اي حد من جمهور النادي الاهلي هيبيع لي المنتج ده تاني هقول له انت كذاب، بتبيع هوا. الاهلي اما فكر يجيب من اول حاجه امام، ويجيب بعد كده احمد عيد، ويجيب ياسين مرعي، اللي الثلاثه اللي مصر كلها شافتهم وبيشتموا الرمز بتاع النادي الاهلي كابتن صالح سليم الله يرحمه، ده بالنسبه لي انت هنا انتهيت في المنتج اللي انت بتبيعه للجمهور. لا انا مش ببيع، انا قلت لك رايي. بس انا فاهم. انا اسمعني زي ما سمعت. ماشي. فالمنتج ده خلاص انا مش عايز اسمعه تاني في السوق. المنتج ده انتهى. انت نادي اهلي، نادي زي اي نادي. النادي الاهلي بالنسبه لي في المشاكل الاداريه، المشاكل الماديه، هو بالنسبه لي زي النادي الزمالك، ما فيش اي فرق. ما الا ان النادي الاهلي متغطي بشويه فلوس فبيعرف يحل مشاكله. بمعنى اكتر، الاهلي ما زال لحد دلوقتي بيدفع لكولر، بيدفع لروبيرو، بيدفع لرضا سليم، بيدفع، وعنده مشكله كبيره جدا مع اشرف داري. جلاتشار انت طلعته عاره وبتدفع جزء من مرتبه. نفس الحوار ده كده كان حصل مع قندوسي. عملت مشاكل كتير جدا وجبت لعيب اهو اعاره 6 شهور. كيميتش ده ب $600,000 هيلعب 4 شهور معاك، وباين اللي هو مش اللعيب الواو، لعيب مش دولي. لعيب لو هو ده قوي جدا كان على الاقل لعب في منتخب انجولا اللي ما فيهوش نجوم بالعقل. فانا النادي الاهلي لا، هو انجولي من بلد شيكومانزا. يعني لا ثانيه بقى، تخيل شيكومانزا. لا بقى ايقاف هنا بقى، بوز هنا بعد اذنك. اخو شيكو يعني انت عايز تقول لي ان منتخب انجولا شيكوبانزا بيروح واللاعب الجديد اللي الاهلي جايبه كاموتشو ده ولا مش كعبوش ده ما بيروحش منتخب انجولا؟ واروح اطلع لعيب دولي يا نهار ازرق صغير بيقعد سيسكو بتاع مانشستر يونايتد في منتخب سلوفينيا، اطلعه عاره وادفع جزء من مرتبه. لا، تخبط اداري فظيع مش طبيعي. رحت مثلا تعالى للدفاع، مشيت رامي ربيعه، ما اديتوش العقد اللي هو عاوزه. رحت جبت بعديها ياسين مرعي، هادي رياض، عمرو الجزار. ايه الفلوس دي كلها؟ ايه المصاريف دي؟ ايه البذخ اللي انت عايش فيه ده؟ مفيش حد بيحاسب، مفيش حد بيقول. وجمهور الاهلي زي ما انت قلت، طول ما المكسب شغال وفلوس موجوده بتدرع على الاخطاء. ده ميزه الاهلي على الزمالك. غير كده انا شايف الاثنين شبه بعض. بس يا حسام معلش، يعني انا دلوقتي ماشي، هو راجل معاه فلوس، عنده رفاهيه ان هو يغلط ويعدل. ما لو السيوله الماليه خلصت، ما هو انا بقول لك، هو دلوقتي عنده رفاهيه ان انا لما لعيب بيبقى مش كويس بمشيه، مدرب مش كويس هديله 2 مليون دولار عادي بقيت فلوسه ولا حاجه. او مش عارف الرقم بالظبط عشان ما اقولش اي رقم. وانا رغم ممكن الرقم ده غلط، بس الرقم ده غلط طبعا، مش عارف 300 ولا كام. بس انا قصدي يعني طبعا رقم غلط، بس انا قصدي ان انا عندي رفاهيه ان انا اديله رقم كبير من غير ما انا ما انت بتدفع الاثنين كده. ما انت الثالث ده هيخش معاهم في القائمه. مدرب الاهلي اسمه ايه دلوقتي؟ ترب. انا واثق مليون في المية. بس يعني دي هتبقى بقى ايه السقطه الكبيره للاهلي، اللي ده يبقى رابع مدرب تمشيه في موسم. انت كده بقيت شبه الزمالك. هل تعلم ان ده ثالث مدرب؟ يعني ده رابع مدرب للاهلي، تروبيرو، بعد كده عماد النحاس، ترب. يعني انت لو عملت هيبقى رابع مدرب زي الزمالك. صح ولا غلط؟ انت ما جاوبتش على السؤال برضه. قول يا باشا. امام، انا عشان بس عايز ارجع امام يمشي ولا يقعد مع الاهلي؟ ايوه انت توهتني يا عم ودخلتني في المبادئ. أيوة. امام يكمل، يعني انت شايف امام يعني يقعد مع الاهلي ولا مش هيقعد؟ يعني ما هو السيناريو المناسب؟ اكسبه فنيا واراضيه، ولا اقول له مع السلامه واقول يا ريتني اديته القرشين الزياده بدل ما اروح اجيب لعيب من بره؟ استحملني. في تو اوبشن. هترد على السؤال ولا تدخلني في المبادئ؟ ما تدخلنيش في المبادئ. سؤالين: الاهلي ما قبل المبادئ والاهلي ما بعد المبادئ. دخلني في المبادئ. ما قبل المبادئ كان يقول لك يمشي زي رمضان صبحي بالظبط. حلو. انت قلت له يا باشا الساعه وانطر وما استحملتوش، وابنك واحد جه شتمك ومستحمله، فما فرقش. يا عم يقعد ولا يمشي يا عم؟ هيقعدوا مع بعض عادي، مفيش مبادئ، مفيش يعني الفلوس هتزيد شويه ويقعد. ايوه.